ايوه يا عم محدش قدك. يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان السهره عند حسن النهارده صبحوا، واي نعم لسه صاحي من النوم واحنا جايين نرخم عليه، بس مش مشكله يعني يستحملنا. وبات وروح بعد اسبوع براحتك من قلبك يا حسن. طبعا من قلبي يا سلام. طب احنا كده بنقعد من غير حاجه. قلت لكم دلوقتي ان نهال جوه بتعمل لنا جمبري في المطبخ، والله ما تصدقوا الساعه 2 بالليل هي فعلا بتعمل لنا جمبري بناء عن طلب. انا مراتي مجنونه، احنا بنقوم بالليل بنعمل حاجات غريبه. بص هي القصه كلها في ايه؟ من اختي جت النهارده عندنا، اخت ام سما بعيالها وكده، فاحنا بقى ايه يعني بتيجي عندنا شويه نضيفها ونوجب معاها، ومش بنضيفها اللي هو كده مش ضيفه يا صاحب البيت، بس عارفين انتوا اللي هو ايه؟ عشان لسه جديده بس لسه اول يوم. فالنهايه عندها جمبري في الثلاجه كبير، بقت لها طلعت كبير. اهم حاجه انه كبير. بصوا يا جماعه بص قلم منور ازاي. احنا كان عندنا بطيخ في الثلاجه كبير واحمر طلع. ايه ده؟ بص يعني هم عاملين معانا واجب زياده، بس هو حسن والله بس شعرك اتبهدل. عقبال كده ما نجاملك في الافراح. اعملي شاي بقى وينسون ونسكافيه. احنا جايين. على فكره يا جماعه انا مش بتكسف من نهال، هي احنا اخوات يعني عادي. بطلب دلوقتي صح الصح. اوعى تفهمي والنعمه بتفهم. استنوا عليا. اوعى بقى. بصوا جوزها فرحان ازاي وشكح ازاي. انا بتشاكح يعني بس عادي انا بس انت اكيد مشكح عشان احنا معاك ولا انت ايه؟ التفاح ده هو الجامد جدا. الراجل ده صح الصح والجبده بتاعته صح الصح. التفاح ده على قد ما هو مش احمر قوي زي الامريكان وكده، بس والله العظيم شوقتني يا عم التفاح. طعمه احلى من اللي هو الاحمر الغير. طعمه احلى من الغير. يعني عشان ما حدش بس يقول لك ايه انتوا جايبين تفاح من رخيص والكلام ده كله، مش رخيص على فكره، مفيش حاجه ده اللي رخيص، ده الكيلو ب 35 جنيه. لما قلت لنا ابو لازقه بكام؟ لا لا ادعي على كده. انت كده بتصل عليه 25 جنيه. جواب 25 جنيه. لا ب 40. ما هو جايباه ب 20 جايباه ب 20. تحيا مصر. وعندكم بكام؟ عندكم حسب بكام؟ بقى كل راجل بيبيعه بمزاجه. بقالكوا قد ايه ما دخلتوش بالكاميرا في بقى الاقي خالي. احنا ما عندناش رقابه. انتوا دلوقتي التفاح ده عندكم بكام؟ احنا جبناه ب 25. احنا جابوا من الشارع اللي ورانا ب 40 ب 35. ورانا بتقول ب 40. ايوه انا نهال بتقول ب 40. ممكن يكون في جزء ب 35 وفي جزء ب 40. يا جماعه انتوا عندكم بيتباع بكام؟ انا عاجبني قوي العنب ده مسكر قوي. طب البطيخه اللي جايبينها بكام؟ البطيخه دي جايه الواحده مش عارف ب 60 جنيه انت تقريبا. ما تشتريش فاكهه ليه؟ لا تقريبا بابا جاب التلاته ب 100 عشان هم كانوا هيعملوا ديل يجيبوا التلاته ب 100 فانا ما اعرفش يعملوه ولا لا، فتقريبا التلاته ب 100. جاي من ضمن اللي ابوك جابه؟ اه. ما تشتريش فاكهه تاني. طب في عندك عنب، يبقى بعد هتلاقي عنب طويل قوي كده. عنب يا عنب. بس دي كده دي صغيره. انا كنت جايب العنب ده كان بكام الكيلو؟ يا ندى. العنب الكيلو ده ندى. ب 120 جنيه؟ ده انا اول ما شفته زودت له. عنب قد كده اهو. يا ابني ماشي، ما هو غالي بس مش ب 120 جنيه. لا بنعرف دي. وانت جبته؟ ده انا جايب نص كيلو. هروح اجيب لك دلوقتي ب 60 جنيه. والله ما تجيب نص كيلو. هروح اجيب لك بطريقتي بقى. منين يعني هينزل؟ برضه غالي ب 60 جنيه. برضه؟ ايه ده؟ ما يجيبوه بكام؟ هي الدنيا بقت كده يا بنتي. ليه انا ادفع 120 جنيه كيلو عنب؟ ليه؟ ما هو عشان عنب كبير مميز ما ينفعش غير في الهايبر، ما ينفعش في ال 120. جماعه احنا نعمل لكم ايه في الاخر؟ هو جايبه. انا هدوقهم حاجه جامده قوي. ايوه ماما اللي بقى. عاملاها وانا عن نفسي ما بقدرش استغنى عنها طول. ايوه بقى انا خمنت ايه ده؟ عجبك قوي يا محمد. انا باكلوش غير عندهم اصلا. لا ده الخوخ كل بس. عارف الكفته عنب الفاكهه الجاهزه؟ يا بنتي دي يا حماتها. يا حماد. ازاي دي يا جدع؟ حماته. عارف عنب الفاكهه الجاهزه؟ هي انا بتعملها في البيت. استحاله استغنى عن ده طول الصيف. انا ماما جابت لي خوخ كتير قلت لها والله طب ما ما تتعلمي يا بنتي منها الحاجات الجامده طب ما دي. انا بعرف اعمله. هو لا، سهل على بتعمله. فكره. طب ما تعملي لي هو انت بتعمل ايه؟ بتقطع الخوخايه 4/4 وتحطه على البوتاجاز كده من غير ميه الاول، وتحط عليه سكر وبعد كده تحط ميه عليه وتسيبها. ده زي اللي بيتعمل للتورت والجاتو. دوقيني يا حاج. نعمل لهم فيديو بالطريقه يا اسطى. ايه رايك؟ نعمل لهم شيء ليه؟ ايه هدواك في الروتين الجاي. في الروتين الجاي نعمل لهم فيديو بالطريقه. اوكي افتحي بقك. ثانك يو. خشي بالكاميرا ببقي. انت لسه متجوز. كلهم حسونا يا دوب بعد ما خدت عشان انت كنت بتاكله وهو سخن. حلو قوي.
احنا بنتجهز اصلا. انا قررت ان انا هعمل الكيكه النهارده. يا رب تطلع حلوه بقى، اول مره اعمل كيكه اصلا. الاول هنعمل كده، هنلم اللحوف من هنا، المفروض ان احنا نلم دول. انا يا جامد. بصي طبعا بقى سما عندنا وهي بقى عايزه تاكل اكله سمك بقى من بتاعتي، فاحنا طبعا عيله ما بيهمهاش حاجه، احنا ناكل في اي طبعا. وقت ناكل اي نعم. الساعه 2 دلوقتي. بصوا فهي الساعه 2 دلوقتي، واحنا قلنا بقى ايه هندلع ام سما عشان احنا من ساعه ما اتجوزنا. هي جات لنا قبل كده كتير بس اول مره تبات عندنا من ساعه ما اتجوزنا، وقلق جت احنا معانا لازم ساعه. نبقى بنظبط الدنيا دلوقتي. هيصة هيصة. يا جماعة قولوا لنهال هي تعمل لي شوربة زيفون عشان خاطر تسلم ايدكم يا بنات. ان شاء الله ما نتحرمش ابدا. احنا هنا بقى بنعمل خلطة كده ايه للرز لذيذة. حطت زيت وسمنة ومستنية السمنة هنوطي تسيح بس على ده، وبتحمر البصل ده. احنا هنسيب البصل لحد ما يغمق ماشي، وهنعمل في الصينية الثانية الخلطة اللي هي دي عبارة عن قرنين فلفل حامي وقرن فلفل اخضر عادي وقرن فلفل احمر، لو عندكم فلفل اصفر برضو عادي اللي هو حاجة الألوان. حراقة. انت حاطة فيها شطة؟ يا جماعة انا واقفة برضو بتعلم منها عادي. انا اللي بتعلم منها حاجات، بنتعلم من بعض كل حاجة عادي جدا. وانا في حاجات على فكرة بتعلمها من نيرة عادي جدا، مش عيب يعني. ايوه مش عيب فعلا، عادي. عامله اي حاجه. دي ماشيه تشيلهم في التليفونات بتاعتهم بس. هنشوح كده الخلطة دي هنا بطبق جمبري عشان هنعمل الرز بجمبري، فانا ايه مستنياها بس كده تتشوح تشويحه بسيطه وهجيب طبق جمبري. طبعا انا ايه بشيل الجمبري مخلي عندي، انا بجيبه اصلا من عند الراجل مخلي لاني حسن ما بياكلش غير المخلي ده. يا سيدي. ولما بجيب له اللي هو بالقشر ده عشان ابقى عايزه اعمل شوربه بجيبه وبقشره له انا، فيعني كده بقى. فطبعا بقى هنشوح دي مع ده دلوقتي وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه. بصوا بقى نهال قربت تخلص اهو. بسم الله. بصوا الرز عملته لنا اهو. بصوا هي مغطيه انا مش هعرف اكشفه لكم يعني قوي عشان ما بوظلهاش اللي هي بتعمله. بصوا ما شاء الله. يعني انا عايزه اقول لكم انا ما بعرفش اكل اكله الاسماك دي ولا الجمبري ولا الكلام ده كله غير من ايد نهال. بصوا دي شوربه السي فود، انا كان ودي ادوقها لكم واشممكم ريحتها لان انا بعشقها. بصوا يعني بجد تسلم ايديها. هي دلوقتي هتعمل الجمبري. عايزه اقول لكم ان احنا عملنا الكيكه وطلعناها وللاسف ما صورناهاش، احنا كلناها والله كلناها بجد كانت جميله جدا. تمام. بصوا بقى هنخلص بقى كده ونوريكم. هي كده ناقص لها الجمبري هتعمله ويبقى خلاص بقى نقعد ناكل بقى. يا جماعه صينيه الكيكه عامله ازاي. بصوا دي اللي بقى من الكيكه الفتافيت الصغنطوطه دي. هي بجد كانت جميله جدا جدا جدا. يعني انا عايزه اقول لكم ماليش تقول قوي على الكيكه، بحب اعملها بس انا بجد كلت لما شبعت منها وكلنا. بجد تسلم ايد اللي عملها. كالعاده ما ينفعش نبقى عند حسن وما يلعبوش بلاي ستيشن. طبعا لازم بلاي ستيشن عند حسن وخي محمد. انا مش عارفه احنا جايين نقعد مع مين، احنا جايين نقعد نتفرج عليهم وهم بيلعبوا بلاي ستيشن ونعرف مين كسب ومين خسر. انا عايزه اقول لكم انا بلعب بمنتخب مصر ومحمد بيلعب بمنتخب فرنسا وانا كسبان 2-1. منتخب مصر دي مصر ودي فرنسا. بصوا يا جماعه بصوا القلمه ازاي. انا عايزه اقول لكم ان الوقت اتاخر جدا واحنا مجانين وبنعمل اكله في وقت غريب. اقول لكم ان مصر مش شرفانا في البلاي. قول لي سيبك انت من البلاي ستيشن، ايه رايك في ريحه الاكل اللي مش واصله لكم ولا ايه؟ انا شامم ريحه سمك بجد والله بجد والله. يعني انت بجد فاجئتني. ايه رايك في الكيكه يا حسن؟ جميله والله بجد. قول لها لا تسلم ايديكي بقى. ما بحبش تسلم ايد اللي عملها. يعني بص لا برضو عملت لنا كيكه وكانت جميله. ونهال مبدعه لنا في الاكل. دلوقتي هناكل عشاء كده، عشاء الفجر معرفش ازاي بس حلو يعني. بالهنا والشفا يا جماعه. بصوا العيال نامت على فكره، العيال كلها نامت في البيت كله، ما بقاش غير الكبار العاقلين يا جماعه عشان انا عماله اصورهم ومش مصور نفسي انا اهو. بصوا انا بقيت زي القمر. بصوا يعني بجد انا بساعد معاهم والله. بايه مش عارفه بس انا بساعد. بصوا الجمبري اللي نهال بتعمله لنا طوله قد ايه. انا مش همسكه بس بصوا الجمبري طويل جدا ما شاء الله يعني. بصوا جميل قوي بجد.
يعني انا عايزه اقول لكم بجد انا بحب الجمبري جدا جدا، وبحبه بالذات بقى من ايد نهال هو والسي فود اكتر حاجه. يعني السمك مش قد كده، يعني ما بحب، ماليش طول على السمك فاهميني، ما ببقى مش قد كده في اكله. بس انا عامه دول اكتر حاجه بحبهم بالذات من ايد نهال. ما بعرفش يعني، انا مش بقيت اعرف اكلهم من بعد الاكل اللي كلتها عندها دي من ساعه اول ما اتجوزت. بزود بس عشان مش عايزه فيه ميه كتير، فمش هحط له ميه اصلا، فبزود له بس شويه. طب بتقولي ده ايه؟ طيب ده الجمبري. ده الجمبري يا جماعه اللي انا كنت لسه بوريه لكم. هي بقى مش حطيت الجمبري وحطيت عليه، هي الكاميرا ما كانتش بتصور يا جماعه معلش، اصل احنا الساعه 3 بالليل فاحنا مش خلاص فصلنا بنحاول نخلص بسرعه. انا حطيت الجمبري وعملت قطعت بصلايه كبيره وطماطمتين وجزر فرمته في الكبه وكده يعني. فانتوا هتشوفوا دلوقتي النتيجه في الاخر وهوريكم. ولو عايزين طريقه الجمبري كامله متكامله قولوا لي اعمل لكم فيديو يكون خاص بالجمبري. نصيحه انصحكم، وشوربه السي فود كلها، وشوربه السي فود يا جماعه اهم حاجه. واتدحرج واجري وتعالى على حجري. احنا مجانين، احنا مجانين. الساعه 4 الفجر. لا لسه الساعه لسه 3 وربع، يعني على ما ناكل ونخلص تبقى 4. بعد اذن كل اللي واقفين ما ينفعش نكون نكرين للجميل، عشان احنا قاعدين ناكل وبعدها ان شاء الله احنا ماشيين. فاحنا لازم نقول البنت اللي تعبت ديت الست ديت كتر خيرك، ونقول لها ايه؟ تشجيع من النار، تشجيع من النار، تشجيع من النار، تشجيع من النار. بالهنا والشفا اللي ياكل مطرح ما يسري. ما تيجوا ننزل على الارض. انا لو حلفت لكم ان الساعه 3:30 دلوقتي 3 وربع 3 وربع اه بعد نص الليل مش العصر. فرقت ربع ساعه يعني يا حسن. معلش المصداقيه اهم شيء. الساعه لسه 3 وربع. انا عايز ادوق الشوربه بقى، طعمه تحفه. عايز ادوق الشوربه بقى. لا استنى نحط الاكل عشان تعرف تاكل بالمنى. انا عايز ادوق هنا. بس انا بقول لك على حاجه. انا عايز ادوق هقول لك هنا. على حاجه. ادوق هنا ولا ادوق اللي هناك؟ انت عايزه. خد الطبق بتاعك وانت ماشي عشان لو زدته مش لا هتلاقيه. اصل هل اكلتني شوربه شربتني شوربه قبل كده؟ قول لهم ان الشوربه دي والاكله دي سبب جوازها. بصي يعني الشوربه دي لو شربتها بالمعلقه يبقى انت ضيعت المفعول بتاعها. الله. كده. ايه الجمدان ده؟ ايه رايك؟ لا وكمان والله ما عنديش امكانيه عشان هاتي معلقه يا ماما. الله الله نهار عليها شوربه يا جماعه قسما بالله استاذ. افتح مطعم. الله افتح مطعم وخصصه للشوربه بس. الله اكبر. يلا بينا يا كله بيحول شوربه السي فود وسايبين الشوربه الجمبري. دي. لا بس بص بقى، الشوربه دي بص جامده برضه. الجمبري ده بسم الله ما شاء الله قد ايه. قرب كده الكاميرا. مش شبه شوربه العيانين اللي انت شربتها الصبح. بص الجمبري ما شاء الله احنا جايبين جمبري جامبو اصلا. طبعا الجمبري ده قبل ما يتعمل ويتسوى كان طوله كده، كان ما شاء الله بتاع ربع متر الواحده. بصوا الاء، تعالوا بصوا الاء. الاء سابتكم وعماله تاكل اصلا. انا قاعده اكل فعلا انا كمان. يلا بينا يلا. ممكن ليمونه؟ ربع ليمونه. الاول يا نهال معلش. حاسس بظهري يا نهال انت فين؟ احنا معزومين عندكم بكره تاني يا باشا. بات هنا واصحى، بات هنا واصحى هتلاقي فطار ملوكي، وهتتغدى غدوه ملوكي، وهتتعشوا عشوه ملوكي. بصراحه خلي دي فرصه ما تتشافش وما دام هي جايه منه فيلا بينا. النهال ما شاء الله عليها في السمك ما لو واخد بالك ان الرز اصلا فيه جمبري، الرز نفسه فيه جمبري. بس عارفين احلى حاجه في الحوار ده ايه؟ ان احنا يعني خرجنا على النص شويه، لقينا حد يخرجنا بعيد عن المحشي. عارف انت تلاقي سمك، هتلاقي سمك الفتره الجايه. يلا يا نهال تعالى اقعد يلا. انا بعشق. ما توسعوا الدايره شويه. انا لو اكلت كل يوم سي فود مش احسن. يا جدع ارجع لورا بقى يلا. حاسبي هي مالها على فكره عشان احنا فاضيين فصلت. حاسبي يا حبيبي. الحمد لله. خديني بعيد يا ريمان. اوعي تتحرقي بس. ارجع له. ده ليه عارف بتقول الجدع. جدع ايه؟ انت اللي جدع. ما اعرفش اقعد بعيد عن مراتي عشان عاوز معانا هنا. محدش قال ايه رايه في الرز. تسلم ايدك على احنا اول مره ناكل ايه؟ اقول لك على حاجه، حتى بحاجه وحشه تسمع ايدك ان انت وقفتوا وتاني. لا استنى احنا نعرف بس راي الاء في الشرب. الشوربه هي اللي بتبقى بجد. ايه رايك بقول فيها؟ لك واخده طبسيه كبيره على راي محمد. طبسيه كبيره. يلا بالهنا والشيف. وعايزه اقول لكم ان هي كمان ما كانتش ممكن سؤال يعني ايه طبسيه؟ هو انا بسمع طب بص